بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده وساخنه كسخونه الدوري المصري الممتاز، كسخونه لقاء القمه، هذه القمه التي لا تعترف ابدا لا بمعطيات قبليها ولا بتوقعات قبليها ولا بترشيحات قبليها ولا بقوه كل فريق قبليها ولا بالحاله المعنويه لاي فريق قبليها ولا اي حاجه من اي حاجه في اي حاجه ليها علاقه بما هو قبل القمه. القمه ما زالت يا ساده بتقول للكل اتعلم مني، انا خارج التوقعات. هذه التوقعات اللي بتقول وانت داخل تحط رجلك اليمين في الماتش بتقول انه الاهلي خسران من بيراميدز 3 وسط حاله سيئه جدا جدا، ويكاد يكون هو الموسم الأسوأ فنيا على الاطلاق للنادي الاهلي، امام الزمالك المنتشي بصدارة الدوري، المنتشي بالوصول إلى نهائي الكونفدرالية. الزمالك بحالته كلها على بعضها، هذه الحالة المتفردة. فلما تيجي تحط ده على الميزان تحط ده على الميزان تقول لك لا طب عند الزمالك، تيجي القمة تقول لك لا اركن كل ده على جنب. يجي الأهلي النهاردة وبعد فترة غياب طويلة جدا لا يعبر فيها الأهلي عن أهلويته الحقيقية ولا عن جودته ولا عن أدائه، يعود الأهلي في هذه الليلة لكي يصالح جمهوره الغفير. هذه المصالحة جاءت على حساب من؟ على حساب الغريم التقليدي وهو نادي الزمالك بثلاثية نظيفة. وهذه الثلاثية إن كانت بتدل على شيء بتقول يعني الأهلي بيقول لنفسه قبل اي حد والجمهوره كمان يمكن اكتر، انا عندي جوه بس مش عايز اديلك. الاهلي طلع عنده جوه اهو، لاعب الزمالك متصدر الدوري الواصل الى نهائي الكونفدراليه وبيفوز عليه بثلاثيه نظيفه في اجواء حماسيه. كمان انت شايف لاعبي الاهلي شغل فني. انت النهارده شايف بن شرقي بيرسم، النهارده بن شرقي صباح الخير يا جماعه اكتشف يسترب. النهارده ضحكت قوي في المؤتمر الصحفي وانا بتفرج عليه. فجأة اكتشف يسترب انه بن شرقي ينفع يلعب راس حربه. فجأة اكتشف انه عنده الامكانيات دي وقدم وفجأة اكتشف انه هو يقدر يعمل ده. وفجأة بن شرقي يخرج من حالة الجمود الكروي إلى مرحلة الإبداع اللي الناس كانت عارفاها عنه. فالسهل الممتنع هو لعيب مفيش اختلاف إنه عنده جودة عالية، بس التوظيف دايما أنا بتكلم على التوظيف. مين المدرب اللي يعرف يوظف؟ مدرب يا إخوانا. الكرة برضو مش كفتة يعني. الكرة مش لازم يبقى فيه مدرب كويس، لازم. فالنهارده هي جت إنه الظروف قال لك يا باشا أنا هلاعب بن شرقي راس حربة. لاعب بن شرقي راس حربة، اتفرج على جودة الإنهاء بتاعت بن شرقي. أنا هقف لك عند بن شرقي كتير لأن أنت إذا بصيت على الأرقام بتاعته بالمناسبة هتلاقي إن الراجل مثلا عدد الأهداف المتوقعة بوينت مش عارف 74 72 مثلا، يعني أكتر واحد سدد على المرمى 3 منهم على المرمى، ماشي كده؟ سجل هدفين من أهداف متوقعة ما كملتش هدف. جودة صباح الخير، انا جوده، بس حط الجوده في القالب الكويس وسط مجموعه كويسه وسط منظومه افضل. يعني صنع فرصتين محققه للتسجيل منهم اسيست للشحات. فالنهارده بن شرقي صباح الخير يا جماعه اهلا وسهلا، اسيست بجول وجونين الاثنين احلى من بعض. الاثنين احلى من بعض. ولو بصيت على الجون الثالث بتاع بن شرقي مرسوم يا جماعه، ده جون ما يعرفش يجيبه غير لعيب عنده القدره على فينش وانهاء مميز. شفت الكوره عملها ازاي؟ بس دي صعبه على فكره. الحاجات اللي بن شرقي احيانا بيقدمها في الكوره تبان سهله، هي صعبه. يعني مش اي لعيب هيقف على الكوره زي ما وقف وراح مطلع حسين الشحات بالاسيست. في واحد تاني رجليه هتقعد تخبط يمين وشمال وبتاع والكوره تطول يمين لا طك روح ادي جول. الجون الاولاني بالراس، انا عايزك تبقى تتفرج على الحركه بتاعت بن شرقي لحد ما وصل للكوره بتشريحه. طب الجون الثالث صعب قوي يا جماعه، دي زاويه ميته ما فيهاش، ما بتقولش اي حاجه خالص. اذا انت بتتكلم عن جوده ان ظهرت فرقت،
اجمالا عشان اكون امين يعني في الطرح، هذا الفوز تشعر فيه انه السبب الرئيسي فيه كان جمهور النادي الاهلي حقيقي يعني، لانه في زحف كبير النهارده من جمهور النادي الاهلي بيقول انه مهما حصل انا على الحلوه والمره معاك، انا هزعل منك، انا هغضب منك، انا مش طايقك، انا زعلان، انا غضبان، انت بتخسرني هويتي، انت بتخسرني شخصيتي. بس دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها، هي دي اللي انتوا شايفينه ده الزحف ده، دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها، فانا هعملها عشان انا هعمل اللي عليا. ففي الاخر شايفين الشباب دول، شايفين الشباب اللي زي الورد دول، بس هم النهارده روحوا فرحانين بس وخلاص وانتهت القصه، مفيش حاجه تاني هقول لك. جمهور الكوره قلتها قبل كده مليون مره واقولها تاني، جمهور الكوره هو الوحيد اللي ما بياخدش اي حاجه في اي حاجه وكله متراضي. بص الجمال والحلاوه، واخد ابنه على كتافه وطالع بيه. فالمشهد بيقول لك ايه؟ المشهد بيقول ان هذا المكسب هو مكسب جماهيري بحت، وبرضه يدي لك انطباع انه حتى وان بعدت الامور ماتش القمه غير، حساباته غير، تفاصيله غير. وتاني برضه هي علامه استفهام، انت تقعد تسال نفسك سؤال، هو ده النادي الاهلي اللي كان لسه من كام يوم بيلعب قدام بيراميدز واتغلب 3؟ هو ده اللي حاجه برضه يعني. انا برضه جمهور النادي الاهلي برضه يا لا حول ولا قوه الا بالله، اللي هو طب وانتم ما كنتوش قادرين تعملوا ده بدري؟ ماتش فات مثلا، ماتشين فاتوا مثلا، اللي هو لا ما انتوا اهو، ما في اهو، بخلانين ليه قبل كده؟ طيب مباراه النهارده فيها حاجات تقف عندها. النهارده مصطفى شوبير بيتالق، بيشيل ضربه جزاء، واحده من الكرات الصعبه جدا جدا في المباراه من الرأسيه بيشيلها، فالراجل بيجيد، رغم انه مصطفى ما كانش افضل حاجه خلال الفتره اللي فاتت، وهناك البعض توقع انه الشناوي يكون موجود. تحسب هنا لمين؟ هتحسب لترب انه عنده فكره انه لا انا هدي لمصطفى تاني، ومصطفى انه عرف يرجع ويأكد على ضروره انه يحافظ على مكانه في وسط منافسه شرسه، لانه معاه حارس مرمى منتخب مصر الاول محمد الشناوي. الماتش فيه حاجات تقف عندها ليها علاقه بحسين الشحات، حسين الشحات بعيد 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 ويجي في ماتش الزمالك نينجا، بعيد 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 ويجي في ماتش الزمالك بيجيب. اتفرج على برضه نفس الفكره، حسين الشحات الكره اللي حطها جول، الجول الثاني صعب على اي لعيب تاني يعملها ببروده الاعصاب دي. الزمالك علشان يبقى بندي لكل واحد يعني وقته. الزمالك النهارده يمكن الغلطه اللي عند كابتن معتمد جمال انه ما استوعبش ان الاهلي لعبه بنفس الطريقه اللي الزمالك بيلعب بيها الفرق الثانيه. عايز الكوره خد يا باشا الكوره، الاهلي قال له كده. فالزمالك طول الوقت بيجيد اللعب على التحولات وهو ده اللي مكسبه. فلما لقى الموضوع اختلف وبقى هو اللي المفروض هيسوق، فبص على الماتش كله مثلا هتلاقي انه الزمالك استحواذ اكتر، فعاليه زيرو، استحواذ اكتر، وجود حوالين المرمى اكتر خاصه في الشوط الاول. يعني انا لو وريتك مثلا الاحصائيات، رغم ان البدايه خد بالك دي البدايه الجيده للزمالك، رغم البدايه الجيده في الشوط الاول بامتلاكه الاستحواذ 59% مقابل 41، ومحاولات اكتر 7 مقابل 6، ودخول للثلث الاخير للاهلي اكتر 31 للزمالك مقابل 15، الا انه الزمالك طول الشوط الاول ما شاطش كوره على مصطفى شوبير، بينما ال6 محاولات للاهلي 4 منهم كانت على المرمى، 2 منهم اهداف. اذا في الوقت اللي الزمالك بتغيب عنه الفاعليه، الاهلي هو اللي بيبقى فعال اكتر. بروح اقل بس بسجل على طول، انت بتروح اكتر ما بتعملش حاجه، ما بتسجلش. هي نفس الفكره اللي كان الزمالك بيكسب بيها، لعب بيها الاهلي النهارده فكسب. حاله التوتر اللي كانت موجوده عند لعيبه نادي الزمالك كانت غريبه جدا ولافته للنظر، وهي اللي خلتهم رغم الاستحواذ ما عندهمش القدره على التسجيل. اللي بعده، انت النهارده لما بتشوف الماتش كله على بعضه هتلاقي انه في فرق جوده ظهر في المباراه دي تحديدا، ده وفقا للارقام يعني، لانه لعيبه الاهلي سجلوا 3 اهداف من 7 تسديدات على المرمى، منهم ضربه جزاء ضاع تريزيجيه جت في القايم، وتفوق لاعبي الاهلي في كل الثنائيات من مراوغات صحيحه 64%، 9 من 14.
في مقابل لم ينجح لاعبي الزمالك سوى في 4 مراوغات من اصل 15. تفوق لاعيبه الاهلي في الثنائيات الهوائيه بوضوح 69%. فازوا ب 18 من اصل 26، بينما دخل لاعبي الزمالك في 26 التحام هوائي نجحوا في 8 فقط. اذا محتويات المباراه كلها على بعضها هي مالت ناحيه النادي الاهلي، مالت ناحيه النادي الاهلي من حيث النتيجه، مالت ناحيه النادي الاهلي من حيث زي ما انت ما شايف كده كل التفاصيل بتاعت المباراه، والمباراه فيها تفاصيل فنيه كتيره جدا. زي ما انا ما قلت وهنا ده مش ليس من باب يعني انا قلت واحده هنا فبرد بواحده هنا، لكن الحقيقه زي ما كان جمهور النهارده الاهلي عظيم جدا جدا، زي ما كان الرسائل بتاعته واضحه وصريحه النهارده، وهو بيقول للاعيبته صالح سليم ثابت البطل المشجع الاهلاوي وعم حسين اهو دولت اللي بيقولوا